السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة وتحفة جدا. النهاردة هنعمل الكرنبيت او الكافو الفيوري بطريقة سهلة وبسيطة وتحفة بجد. هنعمل زهرات الكافو الفيوري بالطريقة الخطيرة دي، وهنعملها بمكونات بسيطة وبتتبيلة جامدة جدا. هتطلع معاكي تحفة ومقرمشة وخطيرة بجد. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا بقى نشوف المقادير. اول حاجه معايا 3 بيضات، والثلاث بيضات يعتبر مش كتير بالنسبه لكميه. هي واحده كافو فيوري تعتبر، او واحده او زهره كرنبيتا كده تعتبر حجمها مش صغير، يعني حجمها كبير. فالكميه دي تعمل كرنبيتا حجمها كبير. قد ايه بقى؟ 3 بيضات، ومعايا كوبايه من الحليب. والحليب ده تقدري ما تحطوش وتحطي بديله ميه. انا هحط ميه برضو، فانا عملت نص الكميه ميه ونص الكميه حليب. الحليب بيزود القيمة الغذائية وبيدي طعم حلو قوي كمان معانا في الوصفة بتاعتنا. ونزلت هنا بحوالي نص كوباية من البقدونس والكزبرة المفرومين مع بعض، وعليهم قرن فلفل اخضر سبايسي، وثلاث فصوص او 4 فصوص من الثوم المفروم. يبقى نقول 4 فصوص من الثوم، قرن فلفل اخضر سبايسي، وكمان بقدونس وكزبرة حسب الرغبة. انا حطيت حوالي نص كوباية بعد الفرم، حوالي نص كوباية. حلو كده. ننزل بكوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا. المعلقتين دول نشا. ونص كوباية من البقسماط المطحون. يبقى كوباية ونص من الدقيق، عليها نص كوباية من البقسماط المطحون، عليها معلقتين كبار من النشا. وكده ده الخليط البرفكتو للمواد الجافة بتاعتنا. نزلنا بالأول بالثلاث بيضات وعليهم كوباية من الحليب. هحط البهارات بتاعتي وبعدين هكمل المقدار بالمية لحد ما اوصل للخليط المناسب. قد ايه البهارات بتاعتي؟ حوالي نص معلقة من البابريكا، ومعلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من بودرة الثوم. يبقى بابريكا، بودرة ثوم، كزبرة، كمون، فلفل أسود، كله نص معلقة ما عدا الكمون. هنزود شوية وهيبقى معلقة من الكمون، عشان طبعا كرنبيت مهم جدا فيه الكمون. ضفت كمان نص معلقة من الفلفل الأسود، واحط الملح بتاعي المظبوط. وهقلب الخليط الخطير ده، وهضيف عليه بقى المية بالتدريج. مية بحيث اوصل لخليط لا هو سائل قوي ولا هو تقيل قوي. هوريكي شكل الخليط دلوقتي عامل ازاي. الاول ضفت شوية من الحليب كمان، وبعد كده هنزل بكمية من المية تفك معايا الكلام ده كله. حطيت الملح بتاعي وهنزل بالمية. خدت طبعا آه الكبة بتاعتي اللي انا كنت فارمة فيها الخضار، وحطيت او البقدونس والكزبره والحاجات بتاعتي. حطيت عليها شوية مية كده، واخدت بقية الخضرة كمان اللي كانت فيها. ونزلت بالمية بتاعتي بالتدريج لحد ما وصلت للقوام اللي انت شايفاه ده. هو ده القوام البرفكتو. كده ده يطلع معاكي كرنبيت بانيه بطريقة تحفة جدا. هيطلع معاكي الكرنبيت البانيه بيرفكتو مع الخليط ده. في ناس بتعمل الخليط اللي هو السائل، بتحط شوية من البيض على المية وتعمل الخليط السائل وتحط البهارات بتاعتها فيه، وبعدين تنزل على البقسماط، يعني تاخد من السائل للبقسماط زي كأننا بنعمل فراخ بانيه. لا، الكرنبيت هو كله في إناء واحد كده، خطوة سهلة وبسيطة ويطلع معاكي تحفة. زي ما انتي شايفة بتغطسي الكرنبيت في الخليط ده، بيطلع كده واخد من الخليط بسرعة، يعني بيختلط بالخليط جامد، وفي ثواني بيبقى مليان بالخلطة. وبعد كده يكون زيت غزير، ويكون كمان سخن كويس جدا، وتنزلي بيه وبعدين تقلبيه لحد ما ياخد شكل كده مقرمش ولون خطير. تحطيه في مصفى عشان يتصفى، وبعد المصفى تحطيه على مناديل مطبخ. يعني بعد ما تصفيه في المصفى تحطيه على مناديل مطبخ، وبعد كده تنزلي بقى بيه في الطبق بتاعك. مش هيبقى شارب زيت ولا اي حاجة، وهيطلع تحفة وبرفكتو بجد. هننزل بكمية بعد كده تاني، بعد ما شلت اول يعني طاسة. هحط برضو نكمل بقية الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة. بتغطسيه في الخليط وتنزلي بيه، وهكذا. لو شايفة الفيديو للنقطة دي، ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. ولو بيعجبك الفيديو، ما تنسينيش بين الكومنت الجميل واللايك. يعني اتفرجتي على الفيديو وعجبك، ما تنسيش تحطي لايك والكومنت الحلو زي قلوبكم الجميلة.
زي ما أنتِ شايفة خلّصنا الكمية بتاعتنا، وعلى فكرة كان في كمان طبق تاني بتعمل كمية كبيرة، طبعًا الخليط المقرمش الخطير اللي من برّه ده تحفة بجد، ومن جوّه كده مستوية وتحفة وخطيرة. طبعًا الكرنبيط كان مسلوق من الأول، وطبعًا أنا ما قُلتش الخطوة دي على أساس إن دي حاجة طبعًا أساسية، إن الكرنبيط بيتجاب ويتغسل ويتنضف ويتقطّع زهرات كده صغيّرة وبيتسلق، وأنا باسلقه حوالي 70% مش باسلقه 100%، يعني بيكون برضه لسه في قرمشة كده وكروكانتي وحلو، وبعد كده باروح عاملة له الخليط اللي إحنا عملناه مع بعض وشُفناه، وأقليه ويطلع تحفة وبرفكتو. بُصّي خطير بجد إزاي. الطبقة طبعًا متماسكة عليها، وفي نفس الوقت الكرنبيط تحفة ومحتفظ بشكله وخطير. وبون أبيتي.